هلو يا بنات، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني. انا هناء وديع، ميك اب ارتست وسكين كير. بحب دايما اشارككم بمعلومات عن البشره، عن الميك اب، برضو معاكم في اي اسئله محتاجينها. انا النهارده هتكلم عن كام سؤال كده اوقات الناس بتسالهم لي، فقلت اشارككم لانه ده تقريبا اسئله يعني اغلب الناس بتسالها. آم، في ناس كتير بتسألني هو انا ليه لازم ارطب بشرتي؟ يعني انا ببقى في الصيف مش محتاجة ارطب بشرتي، او مثلا انا ليه هحتاج؟ انا كفاية ان انا انضف بشرتي، هرطبها ليه؟ بس فعلا تنظيف البشرة ده حاجة مهمة جدا. لان فعلا بتفرق، بتديكي سنة اصغر. بتخلي البشرة ما عندهاش استعداد اكتر ان يظهر لها خطوط رفيعة. فمعنى كده ان هي بتقلل الخطوط الرفيعة. كمان بتقلل من حجم المسام، يعني البشرة لو جافة ومتعطشة. يعني انتوا متخيلين انه لو بشرة متعطشة للترطيب بيحصل لها مشاكل كتير جدا. يعني بيحصل لها انت ممكن تلاقي خطوط رفيعة، ممكن تلاقي نمش يظهر لك بسبب عدم الترطيب، ممكن تلاقي خطوط الوان بسبب عدم الترطيب. غير كمان انه اغلب كريمات الترطيب دلوقتي بتكون كمان مدعمة بفيتامين وحاجات البشرة بتحتاجها، زي فيتامين سي، زي هيالورونيك اسيد، زي فيتامين اي. يعني احنا كده بنحرم البشرة من فيتامين كتير بتبقى محتاجاها. برضو من الأسئلة الكتير اللي الناس بتسألها، أنا عندي مسام واسعة مش عارفة أعمل فيها إيه. فبرضو في ناس بتبقى متخيلة إن هي بتبقى المسام عندها طبيعية جدا، مش واسعة ولا حاجة، الطبيعي بتاع المسام. ومع ذلك هما بيكونوا متخيلين إن هي كده المسام واسعة يعني. بس ده يعني المسام الطبيعية دي، ده طبيعي جدا المسام تبقى مفتوحة، ودي حاجة صحية جدا. مش المفروض ان انا اكون محتاجة ان انا اقفلها. لكن في طبعا بتبقى مسام فعلا واسعة وبتبقى ظاهرة، يعني بتبقى ظاهرة على المستوى العادي وانتي بتكلمي حد مثلا مستوى بعيد، بتبقى البشرة بتبقى باين المسام الواسعة قوي. في الحالة دي طبعا احنا بنضطر ان احنا نتدخل بالديرمابين، بحيث ان احنا نعالج المشكلة بتاعة المسام الواسعة. وطبعا من الحاجات التانية اللي بتعالجها الديرمابين الحفر اللي بتكون في البشرة. برضو بتساعد جدا في علاج الحفر والمسام الواسعة قوي. كمان من الحاجات اللي بتساعد في علاج المسام الواسعة أو الحفر، التقشير البارد. دي برضو من طرق علاج البشرة. طبعا تنظيف البشرة غالبا التنظيف العميق الترطيب للبشرة بيقلل برضو من حجم المسام، وهتلاقي بشرتك اصلا فيها مرونة وفيها رطوبة. آه، هتلاقي حتى شكل الخطوط رفيعة اقل لو انت بترطبي بشرتك حلو، لو انت بتنضفيها حلو هتلاقي شكل الخطوط اقل، هتلاقي شكل المسام الواسعة اقل. برضو سؤال تالت ناس كتير جدا بتسأله، لو هي بتعمل تقشير، سواء تقشير بارد سواء تقشير كيميائي، او بتعمل تقشير باحماض الفواكه، او التقشير عن طريق الكريمات، هل انا ينفع اعمل تنظيف بشرة؟ لا طبعا. هو المفروض وانتي بتعملي التقشير ما بتعمليش اي حاجة تانية للبشرة، يعني لازم يكون وقت التقشير ما يكونش لا بتعملي تنظيف بشرة ولا ديرمابين ولا اي نوع تاني من علاجات البشرة. لان ده غلط. لازم بتعملي تقشير خلاص بتكملي التقشير بعدها باسبوع، لازم يكون في فاصل اسبوع 10 ايام بين انك تعملي حاجة تانية. يعني لو هتعملي تنظيف بشرة لازم يكون في فرق 10 ايام او اسبوع، اقل حاجة اسبوع و10 ايام يفضل، او اكتر طبعا يبقى افضل. ده برضو من الاسئلة الناس بتسألهاني كتير. وبرضو في سؤال رابع، انه في ناس بتسألني هو ليه لازم استخدم تونر؟ انا ممكن اغسل بشرتي ومش لازم استخدم وراها تونر يعني. بس بقولك لا، هو التونر فعلا مهم جدا، لان هو بيشيل الاثار بتاع، يعني انت لو غسلتي وشك بكلينزر، اي نوع غسول غسلتي بيه وشك، بتشيلي باقي الاثار اللي باقيه من الغسول بالتونر. ده اول فايده. تاني فايدة طبعا ان هو بيعادل البي اتش بتاع البشرة، اللي هو اصلا بيكون الغسول طبيعي غير البي اتش بتاع البشرة، فطبعا بيساعدنا ان احنا نرجع تاني للبي اتش الطبيعي بتاع البشرة. غير برضو انه لو في بشرة جافة او بشرة عادية، التونر في بعض التونر بيبقى فيه ترطيب مع التنظيف. وطبعا لو في اي اثار ميك اب ما اتشالتش بالكلينزر بتتشال بالتونر. فعشان كده التونر من الحاجات المهمة جدا. يعني اوقات مثلا لو انا غسلت وشي وحابة ان انا عشان ما اغسلش وشي تاني بغسول، بستعمل قطنة وتونر، برضو بينظف البشرة. لو انا عايزة في نص اليوم حسيت ان انا بشرتي
جالها تراب، متوسخة. فبرضو ممكن اعمل بتونر، شوية تونر على قطنة وامسح بيها وشي، برضو بعمل عملية تنظيف برضو بسيطة لبشرتي. مبسوطة ان انا معاكم، ويا ريت لو عندكم اي اسئلة تنوروني وتسألوا اي اسئلة تبقى في الكومنتس، هرد عليكم في اي حاجة محتاجينها. دايما تابعوني واعملوا شير واعملوا لايك. باي باي.